المقادير كالتالي. اولا نحتاج ياغورت طبيعي، العلبة الثانية نفس العلبة تاع الياغورت، نعمروه زيت، وحليب. اذا كان عندكم حليب مجفف ديروه خير، انا ما كاش متوفر عندي لذلك درت الحليب سائل. مغرف كبيره خميره ومغرف كبيره سكر. راح نخلطهم ونخليهم واحد 10 دقائق هكا يتفاعلوا. نعم، بعد ما خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق كيما هاك، راح نزيد عليها دوك الفرينه. ندير كاس فرينه نغربلها، راح نزيد الكاس الثاني، راح نزيد هذه خليط التوابل تاع الاعشاب، ندير حوالي ملعقه ما نكثرش، نزيد ملعقه صغيره ملح. راح نلم العجينه، نقعد نلم فيها ونشوف اذا نزيد الفرينه ولا لا. لميت العجينه، نزيد معها ملعقه دهان، نحاول ندخلها في العجينه، اذا بكم تكون طريه. نقعد بهذه الطريقه حتى اللي هذيك الدهان كاع يدخل في العجينه. دوك راح نغطيها ونخليها ترتاح قد ما نوجد الحشو. هذا الدهان قطعته كيما هكا، غادي نقليه مع البصل ومن بعد نعاود نطحنه. المهم البنات، الاولى قليت البصل ذبلته مليح، بعد زدت عليه داك الدجاج قليته ثاني، التوابل درت شويه ملح، فلفل اسود وشويه ثوم، قليتهم مليح مليح ودوك غادي نطحنهم. هنا بعد ما طحنته شوفوا دوك غادي نخليها تبرد باسكو هي حاميه بزاف، ونجيب العجينه دروك ونفتحوها. هنايا خدمت لاصوص بيشاميل، درتها بطريقه بزاف سهله. حاجه الاولى ديروا مغرف دهان، ومن بعدها ديروا 2 مغارف فرينه، ما تزيدوش ما تكثروش، 2 مغارف برك، شغل تحركوها كيما هكا. ومن بعد ديروا الحليب تخلوه يغلي، تغلوه وتفرغوا عليه بالخف يوجد لكم. ومن بعد التوابل درت عليها غير فلفل اسود وشويه ملح وزيت فرماج، الفرماج اللي يكون عندكم تاع الحبه ولا تاع اذا كان عندكم هذاك تاع القوطي اللي يكون عندكم متوفر ديروه. شوف الفرينه ونجيبو الفلفل ودروك غادي نحل العجينه، ماذا بيا الشكل تاعها يكون مدور. المهم السمك تاعها ما تكون رقيقه بزاف ما تكون غليظه بزاف. هذا المول اللي غادي ندير فيه العجينه، دوك راح نضربها بفرشيطه
باسكو فيها الخماره، تما مانيش بغيتها تنتفخ لي حتى من الجوانب. دوك راح ندير الحشوه الاولى، راح ندير لاصوص بيشاميل. راح نحاول نمشيها كاع. دوك راح نزيد لاصوص بيشاميل ثاني من الفوق. المهم بعد ما مشيت كامل هذيك لاصوص بيشاميل، دوك راح نزيد الطبقه الزوجه تاع العجينه. نجيب عجينه واحده اخرى ونحلها بهذه الطريقه، عجينه هكا شرائح كما راكم تشوفوا. ديروا الطبقه الاولى كيما هكا، زيدوا الطبقه الزوجه عكس الطبقه الاولى اللي درناها، يعني يجي بهذا الشكل كيما هكا. ودوك راح ندهنها بالبيض. زين اختياري، تبغوا تخلوها كيما هكا، تبغوا ديروا عليها السانوج. كيما هكا ما غاديش نكثر باسكو ما نبغيش بزاف. بالنسبه للفور شعلته، اللي قد تشعلوه من قبل تخلوه يحمى، ومن بعد كي نديروه يطيب الفوقاني، يعني الجهه الفوقانيه غادي نطفوا عليها نخلوه يطيب قبل من تحت مليح، ومن بعد كي نشوفوه باللي طاب نشعلوا عليه من الجهه الفوقانيه ونخلوها تحمر في غرضه هكا باش ما ينحرقش بالخف من الفوق. وها هي لو وجدت. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة تاع اليوم، هي صراحة سهلة وبنينة، غير جربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باه اي فيديو نحطه يوصلكم ان شاء الله. دونك ديروا لنا لايك، كتبوا لنا رايكم في التعليق، ونقول لكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم، وبسلامة.